اهلا بمتابعين رونيتا من كل مكان، اتمنى تكونوا بخير وباحسن حال. في الفيديو بتاعنا النهارده بنتكلم عن منطقه اثريه من اجمل واروع الاماكن اللي اي حد ممكن يروحها. انا عن نفسي روحتها اكتر من مره، وكل مره كنت بنبهر بالاكتشافات الجديده اللي كنت بلاقيها. ندخل بقى في الموضوع على طول عشان ما نطولش اكتر من كده. بنتكلم عن منطقه سقاره. المنطقه الاثريه طبعا غنيه عن التعريف. اسم سقاره مأخوذ من اسم المعبود المحلي الإقليمي، المعبود سكر. وآراء تانية بتقول إن اسم سقارة مأخوذ من اسم إحدى القبائل العربية اللي كانت بتعيش في صحراء منف منذ العصور الوسطى. سقارة بتحتوي على عدة مجموعات هرمية لملوك الأسرات الثالثة والخامسة والستة، وكمان بنلاقي فيها مصاطب كبار رجال الدولة المزينة بلوحات رائعة بتصور الحياة اليومية في عصر الدولة القديمة. في شمال سقارة بنلاقي بعض مقابر لملوك عصر الأسرات المبكرة. أهم آثار سقارة بقى: بدأت آثار جبانة سقارة بما يعرف بالمقابر على هيئة المصطبة، يعني المقبرة كانت عبارة عن مصطبة، ما كانتش اتخذت لسه الشكل الهرمي ليها. وهو طبعا اسم المصطبة ما أطلقه عمال الحافائر المصرية في النصف الثاني من القرن 19 على مقابر الأشراف، واللي بترجع لعصر الدولة القديمة اللي كان بيشرف عليها مريت، وهي كلمة عربية بتعبر عن الدكة المبنية من الطوب اللبن أو الحجر، واللي بتشيد بجانب بعض المساكن في قرى محافظات مصر. وفي عام ألف أو في الفترة من 1936 ل 1956 قام العالم الأثري الإنجليزي ويتلر إيمري بتنظيف 13 مقبرة برعاية مصلحة الآثار، وصرحت بعد ذلك جمعية استكشاف مصر إن الموقع ده بيحتوي على مقابر لملوك الأسرة الأولى بجانب أبيدوس. كانت إحداها مقابر فعلية والأخرى كانت رمزية، يعني كانت وهمية. وقد تم التنقيب عن مقابر عصر الأسرات المبكرة في مقابر الأسرة الثالثة في الفترة من 1910 ل 1912 بواسطة جيمس كوبيل، وكانت أولى المقابر الملكية في الجبانة دي للملك حتبسخموي الأسرة الثانية. تم الكشف عن المجموعة الجنائزية للملك زوسر أول ملوك الأسرة الثالثة، واللي هي بتتميز أو بتعتبر بأن هي أول بناء حجري واسع، وبترمز في بنائها لوحدة الأرضين، لأن هي احتوت على مقبرتين، إحداهم مقبرة جنوبية والتانية مقبرة شمالية، وفي جنب بين المقبرتين دول بنلاقي فناء كان اسمه فناء الحبست، بيتم الاحتفال فيه كل 30 سنة علشان يثبت ان الملك جدير بالحكم. الهرم طبعا بتاع الملك زوسر كان بيتكون من 6 مصاطب بترتفع بنحو 140 متر، والبناء المتدرج ده ليه بعد ديني ودلالة مرتبطة بعبادة الشمس. تم بناء الهرم يعني بواسطة المهندس إيموحوتب اللي اخترع بناء الهرم بالحجر الجيري. وتم تنظيف المجموعة الهرمية في 1924 بواسطة فيرث. أما بقى عن شبسكاف، الملك شبسكاف وهو آخر ملوك الأسرة الرابعة عاد لجبانة سقارة علشان يبني فيها مصطبة عرفت بمصطبة فرعون، واللي تم تنظيفها بواسطة جاكيه 1924. بالنسبة بقى لملوك الأسرة الخامسة، فبتبدو إن هم تبنوا فكرة جديدة علشان يحافظوا على التقليد في بناء الهرم برضو. فبنلاقي في سقارة هرم الملك أسر كاف أو أسر كاف أول ملوك الأسرة الخامسة، واللي بيعرف بالهرم المخربش. وكمان ابتكروا فكرة جديدة أو نوع جديد من المعابد، هو اسمها معابد الشمس، موجودة في أبو سير. أما بالنسبة لآخر ملوك الأسرة الخامسة هو الملك ونيس، وتبعوا في منهجه بقى ملوك الأسرة الستة في تدوين متون الأهرام بداخل أهرامهم. يعني هرم الملك ونيس ده في باطن الهرم بتاعه كان فيه متون الأهرام، كان جواه متون الأهرام. هنشوف هي عبارة عن ايه الفيديو الجاي ان شاء الله. كمان تم التنقيب عن هذه الأهرامات بواسطة عالم الآثار الفرنسي لوكلينت، وذلك في أهرامات ونيس وتيتي وبيبي الأول ومارين رع. في الحلقة الجاية هنتكلم عن متون الأهرام اللي جوه هرم الملك ونيس، وايه التعويذ اللي كانت جواها والهدف منها ايه، طب عددها كان كام أصلا. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنعرف كل الحكاية. انتظروني الفيديو الجاي مع رونيتا بفيديو جديد. سلام.